ده بن الصايع الفلاتي اللي بيشرب مرجوانة يوماتي واللي مالوش في أي شغلانة غير إنه وقع في حظ أليسون الغلبانة واحتسى الشاي معاها وهي سكرانة، ومن يومها وهي بتقول يانا. وبيبدأ الفيلم مع بن الصايع الضايع اللي بيكون شارب لما معمي ومش شايف قدامه، وبيكون قاعد مع أصحابه الصيع اللي زيه، وبعدين بيروحوا كلهم الملاهي يلعبوا ويتنططوا زي أي عيال صايعة مفيش وراهم لا شغلة ولا مشغلة. ومن الناحية التانية بنشوف أليسون اللي بتصحى من النوم في ميعادها، وبنعرف إنها عايشة في بيت ملحق ببيت أختها ديبي وجوز أختها بيت اللي بيفضلوا كل يوم يتخانقوا وصوتهم بيجيب لآخر الشارع علشان يشوفوا مين اللي هيودي بناته المدرسة، لحد ما أليسون بتتبرع وبتقول لهم إنها هتوديهم في طريقها للشغل. وبنعرف إن أليسون بتشتغل معدة برامج ناجحة جدا ومميزة في شغلها، وده على عكس بن الفاشل اللي بيكون قاعد مع أصحابه وبيفكروا في فكرة مشروع فاشلة زيهم، وهي إنهم يعملوا موقع متخصص في فضايح الفنانات، يعني اللي فستان هيطير في مهرجان كده ولا كده، ولا اللي تلبس فستان من غير بطانة، يعني الحاجات المثيرة الخطيرة اللي بتشد انتباه الشباب الصايعة اللي زيهم. في الوقت ده بتوصل أليسون شغلها، وبعد شوية بتعرف إن مورجان وسالي مديرين القناة عايزينها، فبتخاف وبتقول ربنا يستر وبتقلق لحسن تترفض. لكن المفاجأة إنهم بيبلغوها إنها اترقت، لكن بتكون في مشكلة صغنونة، وهي إنها تخينة شويتين ومقاسها أكبر نمرتين عن أي مذيعة. فبتقول لهم أليسون وماله، أنا أصلا عايزة أخس ومن النهاردة دايت ورياضة ورياضة ودايت. بعدها بترجع البيت وبتبلغ ديبي إنها اترقت، فبتصمم ديبي إنهم يخرجوا سوا يحتفلوا بالمناسبة دي، وبيروحوا نايت كلاب وبيفضلوا يرقصوا ويسكروا، وهناك بيتعرفوا على بين وجاك اللي بيكونوا رايحين يشقطوا أساسا. ولما جاك بيعرف إن ديبي متجوزة بيزعل لأنه كان بيرسم عليها. المهم إن ديبي بيجيلها تليفون من بيت وبيقول لها إن بنتهم تعبانة، فبتضطر إنها تسيب أليسون وترجع البيت، وبتفضل أليسون مع بين تعطف وتلطف وتشرب وتسكر لحد ما بقت طينة ومش شايفة قدامها. وبين هو كمان بيكون نفس الحالة، وعشان كده لما بيعرض عليها إنهم يحتسوا الشاي مع بعض بتوافق عادي جدا، وبيروحوا على بيتها وبيتم احتساء الشاي بنجاح. وتاني يوم بتصحى وبتلاقي البلوى ده في اوضتها ومش بتكون فاكره اي حاجه، ووقتها بين بيعرض عليها انهم يفطروا سوا، وده لانه بيكون معجب بيها، وهو بيطلب منها انهم يتعرفوا على بعض اكتر ويتقابلوا تاني. فبتقول له أليسون طب مش لما نتعرف بالباشا الاول؟ وبتساله انت بتشتغل ايه؟ فبيقول لها لا انا عاطل قد الدنيا ومش بشتغل، بس انا وصحابي شغالين على موقع شمال، انما ايه عنب العنب. بيتكلم عن فضايح المشاهير وصورهم الفاضحة. فبتقول له أليسون أما إنسان شريف بصحيح. المهم بعدين بتسأله هل هو عنده شقة لوحده، فبيقول لها انه عايش مع اصحابه وبياخدوا معاش تكافل وكرامة علشان هم شوية عواطلية. فبتقول له ما شاء الله لا شقة ولا شغلة، وهو كمان بيسألها عن شغلها، فبتقول له انها بتشتغل مذيعة وعايشة في البيت الملحق ببيت اختها، وبيكون واضح ان أليسون ناجحة ومستقلة ماديا على عكسه الفاشل ده، وعشان كده أليسون بتنفض له وبتقول له طيب يا سيدي هات رقمك وهبقى اكلمك ان شاء الله. فبيقول لها لا ما هو انا ما معيش تليفون علشان مش معايا فلوس ادفع الفاتوره، خدي الايميل بتاعي. فبتقول له أليسون كمان ما فيش تليفون، خلاص هبقى ابعت لك ان شاء الله. بيكون واضح انها بتطفشه. بعدها كل واحد فيهم بيرجع لبيته، وساعتها ديبي بتسالها عملت ايه مع بن، فبتقول لها أليسون انه تافه وامعه وصفيق وهي مش هتقابله تاني لانه فاشل. وبتقول لها هو كفايه عليه يبقى علاقه عابره لاني ما ينفعش ارتبط بيه اصلا ولا يكون بينا حاجه. اما بن فبيكون مبهور بأليسون وبيقول اكيد اعجبت بيا وهتكلمني تاني. فصاحبه جانو بيقول له تتصل بمين يا موهوم يا ابن الموهومة، هي مش هتتصل تاني غير بقى لو سكرت وحبت تحتسي الشاي، غير كده انسى. وبيمر كام اسبوع ووقتها أليسون بتكون بتعمل مقابلة مع نجم مشهور، وفجأة بتحس ان نفسها غم عليها وعايزة ترجع، فبتقول ان شاء الله يبقى برد في معدتي او تسمم عادي يعني. ولما بترجع البيت بتحكي لديبي عن الاعراض اللي بتجيلها، فديبي زي اي اخت كبيرة خبرة بتقول لاختها
مبروك يا قطة انت حامل. وعشان يتأكدوا بينزلوا على السوبر ماركت وبيشتروا كل اختبارات الأحمال اللي موجودة وبتجربهم كلهم وكلهم بيطلعوا إيجابي. فبتقول أليسون ما يمكن يكونوا بايظين، فبتجرب أختها واحد وبتلاقيه مش بايظ ولا حاجة. بعدها بتفضل أليسون تجلد في نفسها وتقول يعني يوم ما أحمل من المغفل ده. فبتقول لها ديبي إنه يبقى الأب ولازم يعرف. بتقرر أليسون تبعت له رسالة وتطلب تقابله. ووقتها بين واصحابه المتخلفين بيفتكروا ان أليسون عايزة تحتسي الشاي معاه. بعدها أليسون بتقابله وبتقول له بص بقى يا موكوس انا حامل. فبيتصدم بين وبيقول لها طيب ماشي، شوفي عايزة تخليه ولا ترميه وانا اوكي يعني في الحالتين. فبتتضايق أليكس من طريقته وبتحس ان عنده لا مبالاة وبتقول له على فكرة دي غلطتك يا مهزأ. فبيقول لها لا يا ماما، هو انا اللي احتسيت الشاي لوحدي؟ ما انت كنتي معايا. فبتقول له أليسون انها لسه هتتأكد وبتاخده بيروحوا للدكتور. فبيقول لها بن ان شاء الله يطلع عندك تسمم، خلينا نخلص. بعد ما الدكتور بيكشف بيقول لهم مبروك المدام حامل في شهرين. فبتقول له أليسون آنسة لو سمحت. فبيقول لها الدكتور نعم يا اختي. فبتقول له قصدي مش متجوزة المهزأ ده. فبيقول لها الدكتور اذا كان كده ماشي. فبيقول لها بنت طب يا ستي شكرا انا مهزأ. وبيتفقوا انها هتفكر وهتبلغه بقرارها. بعدها بن بيروح لاصحابه وبيشرب ممنوعاته. ووقتها اصحابه بيطمنوه بيقولوا له ان اكيد أليسون هتنزل البيبي، ما هو مستحيل ست عاقله هتعوز تخلف منك يعني. وتاني يوم أليسون بتروح لامها وبتحكي لها عن المصيبه اللي هي فيها. فامها بتقول لها نزليه طبعا، هو احنا ناقصين مصايب؟ وبتقول لها قومي يا بت وركزي في الشغل والكارير لحسن منك يطير. وفي الوقت ده بن بيروح يقعد مع ابوه وبيحكي له عن المصيبه اللي هو فيها. فابوه بيقول له معقوله هبقى جد، وبيفرح جدا. فبيقول له بن ركز يا ابويا معايا ولا انت شكلك ضارب حاجه. فبيقول له ابوه ان الابوبه نعمه كبيره، وانه على الرغم من انه كان صايع وفلاتي زيه الا انه لما عرف ان امه حامل فيه قرر يسترجل ويشرب بريل ويتحمل المسؤوليه ويبقى اب صالح. فبيتشجع بن من كلام ابوه وبيقول انه هيدعم أليسون في اي قرار تاخده. وبالليل أليسون بتكلمه وبتقول له انها قررت تحتفظ بالبيبي، ما هي مستحيل يعني تفرط في ضناها. وبنعرف انها ناويه تخبي الموضوع عن مديرينها في الشغل يعني لحد ما بطنها تكبر وتفاجئهم بالامر الواقع. بعدها بيبدا بن يعرفها على اصحابه المتشردين وبيقربها اكتر من العالم بتاعه. وطبعا أليسون بتكون مصدومه من اصحابه المريبين وبتطلب انهم يكملوا سهرتهم بره. وبيتكلموا وبيقربوا من بعض اكتر وبيروحوا يشتروا هدوم للبيبي وكتب عن الحمل والولاده وتربيه الاطفال. وبتبدا تقرب اكتر من بن وبتقول له do you love me؟ فبيقول لها do you وبيقضوا السهره مع بعض. وبيتعرف على بيت وولاد ديبي وبيفضل يلعب معاهم وبيحاول يتعلم من بيت الأبوبة. ولما بيرجع لأصحابه بيقول لهم إنهم لازم يشتغلوا أكتر على الموقع، وده لأنه خلاص هيبقى أب وعليه مسؤوليات. لكن أصحابه بيفضلوا يتريقوا عليه وبيقولوا له أنت خلاص هتبقى دادي وهتبقى ممل ومش هتحب تقعد معانا. بعدها بيقابل أليسون وبتلاقي في عربيته ممنوعات وبتطلب منه يبطلها. وبعدين بيبدأوا رحلة البحث عن الدكتور المناسب ليها. وفي البداية أليسون مش بتلاقي دكتور مناسب ترتاح له، وبعد بحث طويل جدا أخيرا بتلاقي الدكتور واتسون وبترتاح له. وبعد كده بتروح القناة علشان بيكون عندها لقاء على الهوا. ووقتها الستايلست بتلاحظ إن بطنها منفوخة حبتين. فبتقول لها إيه ده؟ فبتقول لها أليسون أبدا أصلي ضربة محشي كرومب فعمل لي انتفاخ يعني. ومن الناحية التانية بيروح بين يسأل بيت عن حاجة في الأبوة. فبيلاقي ديبي بتهزقه وبتقول له اتنيل يا موكوس، اتعلم تبقى أب عادل الأول وبعدين يبقى ادي نصايح براحتك. فبيقول لهم بين واضح إني جيت في وقت مش مناسب. وبعدها بين وأليسون وديبي بيروحوا يشتروا سرير للبيبي وبيختاروا سرير لكن بيكون غالي جدا. فبين بيقول إنه فقير وكحيان ومش هيقدر يشتريه. ووقتها ديبي بتقول لهم إنها هتجيب لهم السرير هدية للبيبي. وبالصدفة بيقابلوا أصحاب أليسون وبيقول لهم بين إنها حامل. فبتتضايق أليسون لأنها مش بتكون عايزاهم يعرفوا إنها حملت من غير جواز. وبعدها بيروح لأصحابه وبيعرف إن فكرة الموقع الشمالي اللي كانوا عايزين يعملوه اتسرقت. وبكده هيبقى بين عاطل رسميا وصايع وضايع ومش بيبقى عارف يواجه أليسون ويقول لها الخبر ده ازاي، وده لأنها أكيد هتقول عليه فاشل.
فاشل، وعشان كده بيقرر انه ياكل دماغها بكلمتين، وبيدخل عليها دخلة بحبك وحشتيني، والمهزأ بيجيب لها علبة فاضية وبيقول لها دو يو ماري مي، وان شاء الله هعمل جمعية واجيب لك الشبكة. فبتقول له أليسون لا يا حبيبي، في شبكة في جواز، مفيش شبكة مفيش جواز معروفة. وبترفض وبتقول له خلينا اصحاب دلوقتي، وبتروح تحكي لاختها، فبتقول لها ده مهزأ واحسن انك عملتي كده، وبتقول لها ما تتسرعش في قرار الجواز وتتعلم من اخطائها، واديها شايفة المهزأ بيت وجوده زي عدمه، ويمكن قلته احسن والله. فبتفكر أليسون في كلامها وبتلاقي ان عندها حق، ومش معنى يعني انها حملت يبقى لازم تتجوز يا جماعة، خصوصا انها بتكتشف ان شخصيتها مختلفة تماما عن بن. وفجأة بيحصل زلزال، ولان بن بيكون تحت تأثير المخدرات، فبينسى ان أليسون بايتة عنده في الأوضة، ووقتها كلهم بيخرجوا وبيسيبوها وهي بتخرج بعد فترة. وساعتها بتحس ان بن مهزأ، وبتقوله انها مش هتقدر تأمله انه يحميها هي وابنها لانه على طول تحت تأثير المخدرات. وبتتضايق اكتر لما بتلاقيه ما قراش كتب الولادة. وبعدها ديبي بتكلمهم وبتقول لهم انها شاكة ان بيت بيخونها، فبيفضلوا ماشيين وراه لحد ما بيلاقوه داخل بيت، فبيقولوا بس هيطلع بيخونها فعلا، لكن بيتضح ان بيت اصلا اهبل ومش بيخونها ولا حاجة، لكنه بيروح يقابل اصحابه في السر. وتاني يوم أليسون وبين بيروحوا مع بعض ميعاد الدكتور، وفي الطريق أليسون بتكتشف ان بين مفلس، وانه صرف اخر فلوس معاه علشان يشتري بيها الزفت اللي بيشربه. فبتتعصب وبتقول له يا فاشل انت عمرك ما هتتحمل مسؤولية، وبتنزله من العربية وبتقول له انها مش عايزة تشوف وشه تاني. فبيفتكر بين ان دي هرمونات بتاعة الحمل وكده، وبيركب مواصلات وبيروح لها عند الدكتور. ووقتها أليسون بتتعصب اكتر وبتشتمه وبتقول له انت غبي، انا خلاص مش عايزة اشوف وشك تاني، انت مش هتتغير وانا زهقت من احساس اللامبالاة اللي عندك. فبيتعصب وبيقول لها انها مجنونة ومتسلطة ومحدش هيرضى اصلا انه يرتبط بيها. وبعدها بتمر أليسون بوقت صعب وبيجي لها اكتئاب، فبتحاول ديبي تخفف عنها وبتاخدها ديسكو علشان تفك، لكن الحارس بيهزقهم وبيقول لهم احترموا نفسكم يا ستات يا مهزقة، واحدة حامل وبطنها مترين قدامها والتانية عدت ال40 مرتاح. فبيقعدوا هما الاتنين يعيطوا في الشارع. وفي الوقت ده بيت بياخد بين لأماكن فسقة وبيقضوها فسق وفجور. وبعد كام أسبوع بيت بيعزم بين على عيد ميلاد بنته، وده علشان يحاول يصالح ما بينه وبين أليسون، لكن اللي بيحصل إنهم بيتخانقوا أكتر. ووقتها أليسون بتطلب منه ما يتواصلش معاها تاني، هو بتقوله إنها قبل ما تولد هتبقى تعرفه وهتخليه يشوف البيبي وقت ما هو عايز، لكن لازم ينسى موضوع إن ممكن يكون في حاجة ما بينهم ده. ووقتها بيتضايق بن وبيقرر يغير من نفسه ويدور على شغل. وفي نفس الوقت مورجان وسالي مديرين القناة بيعرفوا ان أليسون حامل وكدبت عليهم، فبيحذروها انها لو كدبت عليهم تاني هتطرد من الشغل، وبيخلوها تعمل برنامج بتتكلم فيه عن الحوامل. اما بن فبيشتري بيت جديد وبينقل فيه، وبتبدأ اموره تستقر اكتر، وبيشتري اوضة للبيبي وبيجهزها. وفي يوم ديبي وبيت بياخدوا اولادهم وبيطلعوا في رحلة وبيسيبوا أليسون لوحدها. وفجأة أليسون بتحس بألم الولادة، فبتتصل بدكتور واتسون لكنه مش بيرد عليها، فما بيبقاش قدامها حل غير انها تكلم بن اللي بيجيلها جري وبيسألها الطلق بقى كل كام دقيقة، فبتقول له كل 7 دقايق، فبيقول لها انها عشان تكون بتولد لازم الطلق يجيلها مرة كل 4 دقايق. فبتعرف انه قرا الكتاب وبيحاول يتواصل مع دكتور واتسون لكنه مش بيرد، فبيقدر يقنعها انهم يروحوا المستشفى ودكتور تاني يولدها وخلاص. وبيصمم انه يبقى جنبها وقت الولادة، وبيقول لها انه اتغير وبقى بيشتغل وعنده شقة وتقدر تعتمد عليه. وفعلا بتولد أليسون بنت وبتصالح بن وبتقرر تتجوزوا ويعيشوا في تبات ونبات، واديهم اوريدي مخلفين صبيان وبنات. والحكمة اللي احنا طلعنا بيها من الموالي البامبي المسخسخ ده، قومي يا بت واوعي تربطيه بالعيال وبعدين تشقطيه وللمأذون توديه، فوق يا ماما عندنا العكس، فقومي يا بت واشقطيه وللمأذون وديه وبعدين بالعيال اربطيه، وشكرا يا فندم.